انا متعودة من زمان اني بحب اهتم بشكلي ومظهري، وكل ما يبقى معايا فلوس اروح اشتري بيها هدوم. ومن ساعة ما كنت في المدرسة وماما بتحب كل يوم تصورني صورة قبل ما انزل الصبح، وحتى لما كبرت ودخلت الكلية ماما برضو كل يوم تاخدني صورة قبل ما بنزل، وانا كنت فاكراها بتاخدها للذكرى وبقول عادي. بس في يوم فضولي قتلني وخلاني اسالها: هو انت ليه بتصوريني كل يوم يا ماما؟ للدرجة دي بتحبيني يعني؟ قالت لي: بلا وكسة، ده يا اختي عشان انت كل يوم بطقم جديد، فبصورك عشان لو لا قدر الله اتخطفتي اعرف اقول للظابط انت كنت لابسه ايه يومها. الموقف التاني: بس تخيل تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه. انا امبارح كده كنت داخله المطبخ اعمل موز باللبن في الخلاط، ووسط ما انا واقفه ومندمجه قوي نسيت المعلقه جوه الخلاط وشغلته. طبعا الخلاط اتلخبط خالص وما بقاش نافع تاني، وماما لما سمعت الصوت لقيتها جايه بتجري وبتسالني ايه اللي حصل، فعملت نفسي عبيطه وايه ده انا مين اللي جابني هنا، وحتى المعلقه رميتها قبل ما تيجي. فماما قالت حصل خير وجابت خلاط جديد، عشان اروح انا بكل غباء قايله لها احنا نجرب نعمل فيه عصير، بس شيلي المعلقه منه بدل ما يتكسر تاني، وعينك ما تشوف الا الضلمه.